قولي يا رحمه. بقول لحضرتك انا دلوقتي متجوزه بقالي سنه. طيب. وعندي طفل. طيب. فانا جوزي من ساعه ما اتجوزنا مش بيمسك شغلانه، او يعني ما بيثبتش في شغلانه. يشتغل يومين ويقعد، يشتغل يومين ويقعد. ودلوقتي انا شغاله مدرسه، فيعني ايه بصرف على البيت، وقلت اما اقف جنبه وكل حاجه. بس هو تقريبا يعني خد على كده، وبيقول ده لازم الست تقف جنب جوزها. هو بيقول لازم لازم تقف جنب جوزها ولازم، بس هو مش بيثبت في شغلنا، يعني يروح يومين وبعدين الاقيه بصيت يقعد. ايوه على طول. ايوه. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل معاه ايه، ويعني بشجعه كتير ان هو يشتغل ومش عارفه ايه، وعشان الطفل وعشان كده، بس هو مش عارفه. فانا مش عارفين نعمل معاه ايه. خلصتي؟ ما تقولي كمان حاجه. اقول ايه؟ هي حاجه حلوه، قولي السلام عليكم. السلام عليكم. يلا معاكم السلامه يا رحمه. ومحدش تاني يقول لي انت بتقاطع اللي بيتاسل، لا اضربه في عينه واعوره. بقول اللي زيها مش لازم تقفي جنب جوزك. ادي اول نقطه نصلحها. لما نصلح المعلومات هنبقى في تبات ونبات. ولكن يسن لك، يعني ذوق منك. اصل لازم دي يعني نسيسري، يعني MUST ماست، يعني من الضروره بمكان، يعني ما كنتش تقفي جنبه هتخش النار. لا، انت مش جايبينك عشان تقفي جنبه، احنا جايبينك عشان توضيه هو يصلي مش تصلي له. يعني احنا جايبينك تعينيه على طاعه ربنا، جايبينك عشان ياخدك في حضنه وانت تاخديه في حضنك، فكلاكما يحصن الاخر، يعني يبقى حصن، بحيث الواحد لما يمشي من حضن مراته ما يشوفش النساء في الشارع الا رجاله. راجل عنده اكتفاء ذاتي كويس. وجايبينك علشان خاطر يمكن، مش لازم، ربنا يديك ذريه تبقى امتداد للعباد. في اهداف للزواج احنا مش واخدين بالنا منها. مش اهداف الزواج انها تاكله ولا تشتغل مدرسه وتديله المصاريف. هو انت بس يا حبيبتي، عشان انا بقول دايما لينا مدرسه في الموعظه الحسنه. ما دمت انت رضيتي وانت عارفه ان هو راجل مش مستقر على الشغلانه، وقلت ما انا اشتغل مدرسه، واقف جنبه عشان انت عايزه يا حبيبتي يطبلوا لك زي غيرك من البنات. البنات عايزه تتجوز وترقص وتفك النحس، تطلق بعد يومين مش مشكله.